Welcome back to my YouTube channel او welcome لو دي اول مرة تشوفوني. النهاردة الفيديو هيكون بيتكلم عن لبس البحر. لبس البحر بس مش العادي، لبس البحر البنات مش بتلبس حاجات مفتوحة قوي، ولبس البحر للمحجبات. يعني مين فينا فعلا ما بيقعدش يدور كده قبل ما يروح؟ لو احنا يعني مش عارفة اسميها ايه بس يعني لو احنا بنلبس حاجات مفتوحة وكده، يعني بنحس كده ان كل لبس هيبقى مش حلو، وكل لبس هيبقى شكله مش حلو، وكل لبس عك. ف if you're interested تعرفوا افكار جديدة وتعرفوا انا بعمل ايه، just keep on watching. هبدأ الأول بالمحجبات، لأن لسبب ما المحجب بقى أسهل في التنقية في البحر والحاجات دي لو عرفنا ننقي لبسنا كويس. يعني ايه لو عرفنا ننقي لبسنا كويس؟ يعني لو عرفنا نجيب الأفكار منين. دلوقتي هقول لكم كل حاجة وكل الحاجات اللي أنا بستخدمها علشان يبقى اللبس بتاعي نوعا ما مودست. يعني طبعا أنا مش محجبة فمش هقول إن أنا بلبس مودست، بس هقول إن أنا لبس يعني مش بيبقى قصير قوي، نوعا ما لبسي مش مفتوح، فبستراجل علشان الاقي لبس مش مفتوح وفي نفس الوقت مش محجبات، فاهمين؟ فهنبدأ الاول بالمحجبات. المحجبات احسن مكان تجيبوا منه مايوهات عندكم حلين، احسن مكانين بقى، احسن مكانين تجيبوا منهم مايوهات عندكم مكانين. لو انتوا بتحبوا تروحوا تشوفوا الحاجه لايف وبتحبوا تشوفوا الحاجه وتنقوا وبتاع، في محل اسمه دندونه فتح في كذا حته، فتح في التجمع، وفتح ده لو انتوا في القاهره، فتح في التجمع في سيتي سنتر اللي موجود في مدينه نصر، وفتح في جنينه مول اسمه دندونه. انا ما رحتوش شخصيا بس اصحابي المحجبات بيجيبوا منه مايوهات. تقريبا معظم البلوجرز المايوهات بتاعتهم هي بتبقى موجوده على دندونه. مش معظم البلوجرز ان احنا امله يعني، لا، معظم الناس اللي لبسهم بيبقى نازل على النت. تقدروا تشوفوا اللبس ده كله في دندونه، وتقدروا تختاروا فيه كاش مايو اند سو اون. لو انتوا بقى عايزين تشتروا حاجه اونلاين زيي، عشان انا نوعا ما بستراجل عشان الاقي مايوهات شكلها حلوه في المحلات العادي، عندكم شي ان طبعا الجمارك بتاعته هتبهدلنا، فانا مش عايزه كده. لا، احنا عايزين حاجه بقى نعرف نجيب من خلالها من شي ان من غير ما الجمارك تبهدلنا. فعندكم حاجتين، في اكونت اسمه شي ان، ده هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، وعندكم يشري بيتاخر شويه، شي سريع، يعني الحاجه بتوصل في 15-20 يوم ماكسيموم، فهي سريعه. انت يا دوبك بتجيبي القطعه من على شي ان وبتضربيها في 25، وده بيبقى السعر اللي انت هتدفعيه من غير شحن، من غير جمارك، من غير اي حاجه، هو ده كله على بعضه. يعني السعر اللي انت هتطلعيه هو ده السعر اللي انت هتدفعيه لما مندوب الشحن يجي. انما يشري برضو السعر اللي موجود على القطعه بيبقى هو السعر اللي انت هتشتري بيه، بس يعني بيبقى مغلي شويه علشان هو حاجه اكتر بروفيشنال اكتر، وهو يعني ويب سايت اكبر وبيبقى فيه بقى كذا كاستمر، فالحاجه كل ما بتكبر كل ما سعرها بيغلى شويه. فعندك التو اوبشن. الاكونت اللي انتوا هتجيبوا منه اسمه eg.shein، لكن انتوا بتجيبوا شكل الحاجه من على موقع شي ان الاساسي، بتجيبوا الصوره وبتبعتوها للبنت على الاكونت، وهسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. كتبتوا بس حجاب سويم سوتس او حجاب سويم سوتس هتلاقوا بالهبل، هتلاقوا حاجات كتيره جدا وشكلها حلو جدا، وتقدروا تشوفوا المقاسات بالمزوره. يعني هيبقى كاتب لك مثلا الوسط قد ايه، الكتف قد ايه. وقبل ما تشتروا الحاجه، قبل ما تجيبوا اي حاجه من على شي ان، لازم تشوفوا الريفيو بتاعها، بيبقى مكتوب الريفيو. تقدروا تشوفوا كمان ناس منزله صورها بنفس القطعه، بتبقى حطها على الويب سايت كنوع من الريفيوز، ولو زي بينصحوا الناس تجيبه ولا لا. فدول اول حاجتين بالنسبه للمايو. اهم حاجه بالنسبه لي المايو ان هو ميبقاش فيه شغل كتير. يعني ايه؟ يعني يبقى من فوق بلين، ما فيهوش اي حاجه من فوق، ويجي عند الحته بتاعه السكيرت شغل كله عند الحته بتاعه السكيرت بس، لكن المايو باقي المايو كله يبقى ايه؟ يبقى ما فيهوش اي رسومات، ما فيهوش اي نقشات. لو هيبقى فيه نقشات تبقى حاجات خفيفه كده علشان ما يبقاش تو ماتش. يعني خلينا كده في الحاجات السيمبل. قلت لكم كمان صور اكتر على الانستجرام، هنزل لكم كذا ستوري فيها افكار مايوهات وكده. بالنسبه لللبس البحر والمحجبات يلبسوا فساتين، المحجبات على البحر يلبسوا فساتين. يعني عايزه اقول ان البحر يحب الفساتين. اولا الجينز، طبعا في ناس بتقدر تنسق الجينز بطريقه كويسه، بس عايزين نتكلم في حاجه. انا عايزه اقول لكم دلوقتي انا واقفه على رجل واحده لسبب ما مش عارفه ليه. عايزين نتكلم على حاجه عمليه وحاجه ما تحررش وحاجه ما تخليكيش تحسي انك مقيده، هي الفساتين بجد اللي الواناتها حلوه. الفساتين الصفراء والبيضاء، انا من عشاق اللون الابيض زي ما انتم شايفين، لو رجعتوا هتلاقوا في فيديوهات كتير قوي بلبس فيها ابيض. انا من عشاق الابيض على البحر بجد يا جماعه، في الصور بيطلع حلو جدا، ده غير ان هو بيديكوا كده طابع ريلاكسيشن كده. فالفساتين الطويله بيبقى شكلها حلو جدا 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 على البحر، انتوا مش متخيلين. على بقى مثلا لو انتي مش هتنزلي البحر، ممكن تاخدي معاكي الشنطه اللي هي بيبقى معموله من الخوص كده، او بيبقى لونها جملي على سليبر برضو، فعلا بيبقى شكلها حلو جدا. انا حاسه ان انا اوفر، بصي شكلها حلو جدا.
المهم يعني ان هو بيبقى الشكل في الاخر الاوتكم بتاعه بيبقى حلو. ده اول حاجه. تاني حاجه البناطيل القماش. البناطيل القماش البيضه على الحاجات الواسعه البيضه بيبقى شكلها حلو جدا، بتبقي لابسه ابيض في ابيض كده، وتبقي مثلا لابسه الشميز الابيض اللي انا دايما بتكلم عليه ان هو مهم جدا، قطعه مهمه جدا على البحر فعلا بيبقى حلو قوي. هتلبسي مثلا بنطلون ابيض وتلبسي اندر شيرت ابيض وعليه القميص ابيض كده، وعليه مثلا الطرحه تبقى لونها بيج فاتح وتبقى الطرحه لوس كده وبترجعيها لورا، بتبقى حلوه جدا. اهم حاجه الطرح على البحر تبقى خامتها مش بتمط كده علشان هتتحري. لو طرح عاديه هتحسي انك اتخنقتي كده، وتحسي انك مره واحده حسيتي انك بقيتي شبه تيلي تابيز. فلو انت مش تنزلي البحر يبقى البسي طرح اللي هي يعني بترجع لورا دي. برضه هحط لكم صورها عشان عماله اعمل كده واعمل كده. في حاجه كمان، لو انا مش عايزه مثلا البس قميص وبنطلون وكده ممكن تلبسي بلاوز. بس البلاوز يعني البحر بيحب ايه، يعني هو البحر ما بيحبش مجازا، البحر بيليق معاه البلوزات الطويله واللي هي الواسعه، فاهمين؟ اللي هي اي حاجه واسعه كده على بنطلون مثلا. برضو ممكن تلبسي مثلا بلوزه لونها لبني على بنطلون لونه ابيض او بنطلون لونه بيج، ويبقى البنطلون يبقى مش ضيق سكيني، برضو يبقى ستريت يعني، ولا ضيق سكيني ولا واسع منفت، يبقى في النص كده. وتلبسي عليه برضو سلابر اللي هو بيبقى معمول من الخوص مع الشنطه، بيبقى شكلها حلو قوي لو احنا مش نازلين البحر. لو احنا نازلين البحر نقدر نجيب كفر اب او كاش مايو. الكاش مايو بيبقى حلو جدا في ديفاكتو، وموجود كمان في دندونه، وتقدروا برضو تشوفوا الافكار على شيئن وتجيبوا من يا يشري يا شيئن اي ار. ده بالنسبه للمحجبات. قبل بس ما ننتقل لغير المحجبات، المحجبات بحس ان بيليق معاهم الالوان الفواتح بس على البحر، يعني البينكات الفاتحه، التيفاني بلو، البيبي بلو اللي هي الحاجات اللبني الفاتح، اللبني السماوي، ابيض في البترولي، البيج، الحاجات دي هي اللي بتليق على البحر وفعلا بتفرق وبتخلي الشكل حلو قوي. وكمان تبقى اخيره هي النضاره بجد برضو بتفرق في الاوتفيت جدا. بنستراجل جدا في المايوهات، لان هي يا اما مايوهات مفتوحه يا اما مايوهات محجبات. اللي في النص دي بيبقى شكلها مش حلو، بيبقى شكلها مش شيك. انا مش لاقيه كلمه تانية، بس هي فعلا بيبقى شكلها مش شيك. السنه اللي فاتت انا هوريلكم مايو جبته، ده كان بالصدفه لقيته في محل اسمه النصر، ده بيبيع ادوات رياضيه ولبس وكلام كده، بس انا يعني معظم الوقت بخش بجيب منه الادوات الرياضيه وكده. فبصيت كده على لبس البحر فلقيت فعلا مايو عجبني قوي. بس فكره يعني المشكله في المايو ان هو ما كانش ليه سكيرت، فانا جبت شورت. طول المايو كان حلو جدا من فوق، بس هو بالنسبه لي كان طويل، يعني هو كان كده. انا كنت عايزه يبقى حاجه كده بس ما لقيتش، يعني فرضيت يعني وجبت واحد كده وخلاص. وكان لونه حلو. يعني ايه لونه حلو؟ يعني هو كان مرسوم عليه فلامينجو، فحسيت ان هو لونه شيك كده، مش اوفر، يعني الواناته مش اوفر، وفي نفس الوقت حاجه شيك، وفي نفس الوقت برضو حاجه مودست بالنسبه لي، حاجه تبقى مظبوطه على المقاييس اللي انا ببقى حطاها، علشان انا بيبقى ليا زي ما قلت لكم مقاييس معينه. طيب الصيف اللي قبليه انا بقى اللي كنت عملت المايو. عملت ايه؟ جبت بلاوز عاديه، جبت تيشرت عادي كنت جايباه من مكان اسمه تيرانوفا، وكانت الخامه بتاعته كان بيتباع في البارتيشن بتاع البحر على اساس الناس تلبسه فوق البيكيني. لبست تحتيه كاش مايو بيتقفل وشورت وسكيرت. هو كان حاجات كتيره بس كان شكلها في الاخر حلو وما كانتش مضايقاني خالص. يعني زيها زي المايو العادي، تيشرت وسكيرت ومن تحت شورت، ولابسه بس حاجه طويله علشان بطني ما تبانش من هنا او من هنا. طيب السنه دي عملت ايه؟ السنه دي طلبت مايو من على شيئن ومستنياه يجي، هبقى اوريه لكم على الانستجرام. هو بقى المايو كده وبس، فاضله ان انا اجيب له سكيرت اطول مني بكتير جدا، لان في شيئن بيبقى مكتوب طول الموديل قد ايه. الموديل دي طولها 173 وانا 159، فيعني في فرق في فرق قرارات ما بيننا، فالشورت هيبقى اطول عليا طبعا بكتير، وكمان بيبقوا كاتبين مقاس المايو يعني طوله هيبقى قد ايه، فيبقى عليا اطول بكتير، وكمان هلبس عليه سكيرت فهيبقى نوعا ما برضو حلو. طبعا انا بتكلم ده للناس اللي بتلبس مايو. لو حد مش عايز يلبس مايو مش لازم يقولوا انتوا بتلبسوا مايو ازاي وبتاع وكده، كل واحد يعني. المهم نيجي بقى لتاني حاجه وهي اللبس. ازاي البس لبس حلو على البحر وما بقاش لابسه لبس شبه اللبس اللي بلبسه في القاهره، وفي نفس الوقت يبقى شكلي في شكل كده معين للبحر، تحس ان الواحد بيبقى فريش كده، او تحس ان الواحد يبقى كده فرحان كده. وبعدين كده انا عملت الفيديو ده عشان نفسي اروح البحر، فيعني تحملوني ان انا فعلا بتكلم عن البحر وانا هموت واروح البحر. وانا اكتر واحده في الايام دي ينفعش تروح البحر علشان الامتحانات. طبعا في كورونا والكلام ده كله شغال، بس انا بتكلم لو حد عنده ملك خاص، مثلا عنده شاليه او حاجه زي كده، فممكن يروح يقعد في الشاليه ويروح يقعد على البحر ويكيب السوشيال ديستانسينج، هنبقى زي الفل. وان شاء الله الكورونا تروح عبال ما اجي مسافره. انا على امل ان الكورونا تروح في اسبوعين، فهم المفروض بقى يلاقوا لهم حل كده في اسبوعين بسرعه، عشان انا هاخد الاجازه وابقى عايزه اسافر. انا بعمل ايه؟ انا
بلبس دريسز على طول الوقت على البحر. رحت H&M اشتريت لي كام فستان، بقيت البس واحد على المايو، او بلبس مثلا عندي سلوبات كده برضو جيبه بلبسها فوق المايو، او بلبس لو انا رايحه البحر عادي يعني رايحه اتصور او حاجه برضو بلبس الفساتين اللي هي بتبقى الانس بتاعها بيبقى ميديم، ده بيبقى بعد الركبه على طول كده او بعد الركبه بحبه او عند الانكل ايا كان، وبتبقى من فوق يا اما برضو كده يا اما نص كم يا اما يعني مثلا كمها لحد هنا على حسب الديزاين اللي بلاقيه. السنه اللي فاتت انا فصلت فستانين، والسنه دي انا طالبه كذا حاجه من على شي ان برضو نفس الفكره، يعني واحد من على شي ان بعد الركبه وكمامه عامله زي البلاوز دي، وبرده طالبه واحد تاني من على جومي هيجي ومفروض ان انا هلبس فوقيه جاكيت جينز. ممكن نلبس جاكيت جينز على البحر، ممكن نلبس على البحر بس جواكت جينز معينه اللي هي مش تبقى جواكت، بيبقى شكلها جاكيت بس هي الخامه بتاعتها بتبقى شبه القماش كده شويه. ده انا عندي منها بس كنت جايباها بقالي فتره كبيره قوي من بولان بير تقريبا من 8 سنين حاجه زي كده ومش لاقيها تاني. فده الجاكيت اللي انا ممكن البسه على البحر، على لو حاجه مثلا من فوق بالنسبه لي انا مفتوحه شويه ممكن البسها عليه تخلي شكلها شيك جدا. برضو لو انا مش محجبه ممكن الجا برضو للبنطلونات، بس انا بحس ان المصايف وبحس ان البحر دايما بحب البس عليه حاجات يعني مفتوحه، وبحب البس عليه دريسز وسكيرتس وكده. ممكن البس سكيرت والبس عليه او تي شيرت، والتيشيرت يبقى بيزك يبقى ابيض مثلا والسكيرت هي اللي فيها النقشه مش العكس. في حاجات بقى لو انا مثلا عايزه البس حاجه فوق المايو برضو فكره، ساعات بجيب تي شيرتس اوفر سايز اللي هي الشيرت دريس. الشيرت دريس ده اللي هو بيبقى المفروض تي شيرت، في ناس بتلبسه كدريس عادي بلبسه ساعات على البحر. الشيرت دريس دي بحس ان هي بيبقى شكلها حلو وبتبقى مثلا نص كم تقريبا لحد هنا، فبحس ان هي بيبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت مقفوله، فعشان كده بحبها. وبالنسبه بقى للاكسسوارز بحب مع البحر ان انا البس دايما اكسسوارز جولد. انا بحس ان انا على البحر معظم الوقت ببقى لابسه ابيض وفواتح، فبحب البس عليه اكسسوارز لونها جولد مثلا حاجات زي كده، بس بميك شور ان هي ستانلس ستيل والزنك والذهب الصيني. يعني الذهب الصيني اقلهم، بس الستانلس ستيل والزنك والبلاتينيوم التلاتة دول ما بيصدوش. في اي اكسسوارز بلبسها على البحر بميك شور ان هي من التلاتة دول. الحاجات بقى اللي بتتباع في H&M وزارا والكلام ده كله، كل الحاجات دي بتصدي، كل الحاجات دي لونها بيروح تماما. يعني بتلاقوا انتوا جايبينها جولد بتلاقوا مره واحده بقى لونها سيلفر، بعد ما بقى لونها سيلفر بقى لونها بني، بتصدي بسرعه جدا. فلو انتوا عندكم اكسسوارز وعايزين ان انتوا تعرفوا تلبسوها على البحر، دايما حطوا لها كده نيل بولش لونه شفاف، المانيكير الشفاف ده حطوه عليها وما بيحصلهاش اي حاجه. تip كمان بس دي بقى بتبقى متعبه، كل يوم بشيله وبحطه، بحب احطه وانا نازله على البحر المانيكير اللي لونه ابيض، بحس بيبقى شكله كده مختلف، وبعدين بقعد اصور ايدي مع الرمله بقى وبتاع. من احلى المانيكيرات اللي بتبقى موجوده على البحر هي المانيكيرات اللي لونها لبني، مشتقاتها واللبني والابيض لونها فواتح كده، وتحسوا ان الوانها بتدي بوزيتيف انرجي. هي دي الحاجات الحلوه. كده خلصت الفيديو. اي هوب ان الفيديو ده يكون ساعدكم ونفعكم، ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، واكتبوا لي في الكومنتس ايه الفيديو اللي انتوا عايزينه الجاي. انا مصوره فيديو اوريدي بتاع بل، ان انا عملت ميك اب بتاع بل من الجميله والوحش بس بشكل مودرن شويه، وعملت شعرها وبتاع. اي نعم ما طلعش قوي يعني عشان ما تبقوش حاطين اكسبكتيشنز عاليه، بس يعني على قد ما اقدر. وبس كده، استنوا الفيديو اللي جاي وقولوا لي عايزين ايه الفيديوهات اللي جايه عشان انا هصورها كلها تقريبا في يوم واحد. وثانك يو سو ماتش فور واتشنج، وباي باي.